واخيرا بسكوت العيد بقالي سنين بجرب عشان اوصل للطريقة دي وللطعم ده. صحيح كنت بعمل بسكوت قبل كده بس مش زي التيست والجمال بتاع بسكوتة النهاردة. وهقول لكم على حاجة كمان، بتتسقى في الشاي. والله زي ما بقول لكم كده. بلاش كلام كتير ويلا بينا ندخل في التفاصيل. يلا بينا. عندي 400 جرام من الزبدة ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. لو الجو عندي ساقعة قوي فأنا بسيبها برا من بالليل واشتغل فيها تاني يوم الصبح. وزي ما هو واضح قدامكم ناعمة ازاي كريمة. فبجيب المضرب وبعد كده ببتدي ان انا اضرب كده على سرعة هادية علشان اتأكد ان هي اتنعمت اكتر. هيكون معايا 300 جرام من السكر المنخول، طبعا سكر البودر. انا بحب السكر البودر الجاهز، بيبقى فيه نسبة من النشا فبيديني قوام حلو عن اللي انا عاملاه في البيت. وبحب استخدم السكر البودر بتاع الضحى. زي ما احنا عارفين هنزل بقى السكر وهبتدي ان انا اضرب السكر مع الكريمة لحد لما القوام بتاع الكريمة يبقى فاتح وهش وكريمي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هضيف 100 جرام من الزيت ولازم يكون نوع كويس جدا. امشوا على المقادير دي يا جماعة مظبوطة وبالشعرة، حرفيا احلى مقادير ممكن تشوفوها وتعملوها. بعد ما الزيت يختفي هنزل حبتين من البيض، وطبعا عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، بس انا مش هحط فانيليا عشان البسكوت اللي انا عاملاه بسكوت بالبرتقال، فاصلا نكهة البرتقال وكمان بشر البرتقال بيغنيني عن الفانيليا. فانا حاطة معلقة صغيرة مليانة من بشر البرتقال، يعني هي كانت بشر برتقانتين. ولازم يكون البشر يكون ناعم، يفضل ان هو يكون ناعم اصغر حاجة في المبشرة. الجزء ده هو اللي انا بشرت بيه البرتقال، طبعا بعد ما غسلناه كويس وكمان نشفناه. والبرتقال اللي بنستخدمه هو البرتقال البلدي، لان السكري ما بيديش النكهة القوية زي البرتقال البلدي. بعد ما يختفي البيض طبعا بنزل بيضة هنزل 60 ملي من عصير البرتقال، يعني كان حجم برتقانية. وطبعا لو كانت كبيرة بتختلف لو كانت صغيرة، عشان كده يفضل ان احنا نستخدم الميزان. بعد كده هضيف عليهم 20 جرام من النشا، عليهم 20 جرام من اللبن البودر. في ناس كتير بتقول ان انا بستخدم اسانس الحليب، طب وانا ايه اللي يخليني استخدم حاجة زي كده وانا عندي اللبن البودر؟ بيدي نكهة حلوة جدا وريحة وطعم مميز قوي. لو عايزين تستغنوا عنه مفيش مشكلة، يعني هو اختياري. ممكن كمان لو هو قوي تستخدموا 10 جرام من الحليب البودر، لكن النشا هنا عندي اساسي. بعد كده هضيف الدقيق، 850 جرام من الدقيق، من 800 ل 850 جرام، عليهم 16 جرام من البيكنج باودر. والدقيق اللي انا استخدمته دقيق الضحى، وطبعا بيكون منخول. وسواء بقى كنت شغالة بالعجان او المضرب، فانا احب اقول لكم ان الخطوة بتاعة الدقيق دي بحب قوي اعملها بايدي، بيخليني احس بالقوام بتاع العجينة، علشان طبعا كل دقيق بيختلف من التاني. بالاضافه ان كتر ضرب الدقيق مع الزبده، لو هستخدم عجان والعجان بتاعي قوي، ممكن يعمل لي عرق فيخلي البسكوته مش احسن حاجه. طبعا البسكوت بنشكله وبنشتغل فيه على طول، ولكن طالما بعمل نواه بسكوت بيتي فور قريبه لازم اخد البسكوته واسويها الاول في الفرن علشان اقدر الحق اتصرف في العجين لو في مشكله. انما اعمل الكميه كلها وبعد كده ادخلها الفرن ده طبعا ما ينفعش. وفي نفس الوقت اقدر اعرف هي هتاخد وقت سوى قد ايه في الفرن، لان كل فرن بيختلف عن التاني. وزي ما هو واضح العجينه قوامها ناعم وطري، هي خدت معايا 850 جرام من الدقيق. نيجي بقى للتشكيل، فانا بستخدم اللي هي البلبله بتاعه البسكوت ولكن اكبر مقاس. خلي بالكم عشان في منها مقاسات، فاكبر مقاس هي دي افضل حاجة. ولازم يكون معايا كيس قماش. بجيب الكيس اللي هي البلاستيك اللي هي القوية، لان في منها قوي وفي منها خفيف، ده اللي هو التقيل. بجيبه وبعد كده بحطه في الكيس القماش، لان العجينة بتاعة البسكوت تقيلة، وكذلك برضو عجينة البيتي فور، فما ينفعش معاها غير القماش. طيب انا ليه بستخدم اللي هو الكيس البلاستيك؟ علشان يحافظ لي اكتر على الكيس القماش. طيب بالنسبة للتشكيل، في نوعين من البسكوت، يا اما بسكوتة تكون محملة يعني تكون تقيلة، او انها تكون خفيفة، دي زي ما انتوا حابين.
حابين تعملوها محملة وتكون ماسكة نفسها، او انها تكون يعني خفيفة قوي زي ما انتوا حابين. انا بحب اكتر اللي هي المحملة، بحيث لو انا هسقيها في الشاي فتتحمل معايا، بس الاتنين كويسين. وهقول لكم واحنا بنشكل ازاي نعمل دي وازاي نعمل دي. نيجي بقى للتشكيل. انا ما حطيتوش لسه في الكيس القماش علشان يبقى واضح معاكم التشكيل. المحمله بضغط شويه حلوين كده قبل ما اسحب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انما البسكوته اللي ما تبقاش محمله وتكون خفيفه اكتر، على طول بسحبها على طول وانا شغاله. لو وانا بشكل البسكوته حسيت ان شكلها مش مظبوط، مفيش مشكله، ممكن ان انا اشيلها وابتدي ان انا اشكل من تاني. الشكل اللي مش عاجبني انا بشيله، فسهل جدا الموضوع. ولكن في مرحله التشكيل دي بنعرف هما ليه بيحتاجوا شيفات حلواني رجاله. ما خبيش عليكم، بتبقى جامده قوي وتقيل على الايد، يعني عايزين كده نكون شاربين طول الشهر لبن كويس قوي، وكمان بنلعب رياضه. بالنسبه للبسكوت زي ما انتوا شايفين دي اللي هي الرفيعه، ولكن انا هشيلها لان انا عايزه البسكوته تكون تقيله ومحمله زي ما قلت لكم. لما بنيجي نشكل البسكوت برفع البلبله سنه كده على الصاج بتاعي، يعني ما بخليهاش لازقه في الصاج عشان تنزل مظبوطه. ومهم جدا ان انا اشتغل في صاج يكون تقيل، يعني الصاج الخفيف ده هيحرق لي البسكوت وهيدي لون، وفي نفس الوقت مش هيسويها كويس. طيب انا بشكل اول صاج وبدخله التلاجة، وبعد كده بشكل الصاج التاني. طبعا لو الصاج صغير وينفع يدخل الفريزر فده بالنسبة لي حلو قوي، لكن انا بدخله التلاجة وبعد كده بشكل الصاج التاني. والتسوية مهمة جدا، كمان اهم من كل الخطوات اللي فاتت. وده الكيس القماش اللي انا دخلت فيه الكيس البلاستيك. طيب نيجي بقى للتسوية. عندي نوعين من التسوية. لو انا عايزة البسكوت بتاعي ما يفرش حاجة بسيطة، يعني يبقى هو نفس المقاس اللي انا دخلتها، طبعا الفرن بيكون حامي، الرف الشبكة اللي في النص، باخد الصاج بدخله على درجة حرارة عالية اول 5 دقايق او اول 7 دقايق. بعد كده ببتدي ان انا اهدي النار ل180 درجة. انما لو انا عايزاه يفرش حاجة بسيطة، وانا ده بالنسبة لي افضل ان هو يفرش حاجة كده بسيطة، فبدخله بعد الفرن الحامي بهدي النار 7 دقايق كده 10 دقايق، وبعد كده بروح معلية بقى النار بوسطنها بعديها 180 علشان طبعا الزبدة ما تسحش. وطبعا نخلي بالنا ان التسوية في درجة حرارة يعني ساقعة غير لما نكون شغالين في الصيف. مهم جدا من الوقت للتاني ان احنا نقلب الصاج، عشان طبعا الفرن بتاعنا غير الفرن بتاع بره. اول لما ياخد لون من تحت ببتدي ان انا اشغل الشواية لحد لما ياخد لون، بياخد معايا من 15 ل20 دقيقة. ومهم جدا ان انا ما اشتغلش في الصاج اللي هو يكون سخن، يعني ما خرجش واحد من التسوية واشيل منه البسكوت وابتدي ان انا اشكل فيه، ما ينفعش ان انا اعمل كده. ولازم ان انا اسيب البسكوت ليلة كاملة في الهواء علشان ابتدي ان انا احافظ عليه من غير ما يجلد او ان يبتدي ان هو يطرى معايا. المعلومات دي مهمة جدا ولازم تركزوا فيها عشان يطلع معاكم البسكوتة مظبوطة. بسكوت حلو جدا، طعمه حلو قوي، بتمنى ان كنتوا تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.